هلو جايز. ربوا أولاد لما يشوفوا واحد مش مصري يقولوا هاي، يقولوا باي، لكن يشتم بالأم نو. أما يحدف طوب ما يصحش، ما تخليش حد يحدف طوب كده ما يصحش. عيب. قول له إيه يعني، معلش تعال على نفسك وقول له عيب كده عيب. يعني تلاقي مثلا شوية children ماشيين بعد المدرسة وماشيين ورا واحدة بشرته سوداء أو هامق شوية عليهم، تلاقوا بيقولوا هي شكشوكة شكشوكة. انتهى باليلا دي أكلة. يعني مثلا لا تبقى ماشي في الشارع وواحد يقول لك ايه يا ملوخية، مش هتتضايق. انت فاكر ان انت كده بتضايقه. انواع الابهات اللي بتربي بقى، يعني مثلا عندنا اول نوع من الابهات هو الاب الكوميديان الفرفوش اللي بيحب يهزر، لا يحب يضحك، يحب يأذ الضحك. الولد مثلا يكسر كوباية من النيش فيطلع يقول لك بص الولد ده كسر كوباية من النيش، مش معقول المتخلف ده. طبعا بعيدا عن موضوع النيش لان الست هتفشخهم هما الاتنين، بس هو بيضحك على اي حاجة غلط الطفل بيعملها، ده هيتهان. يا تراست مي. هيبقى مثلا قاعد في قاعدة كده ومحتاج يكنترول بجد، فتلاقيه بيقول له حمادة ايه، بيقول له ابدأ عند امك بقى. يا ما هيضحك. خلاص احنا بنضحك بقى. ده الطفل اللي ابوه يقول له حمادة اتفق على عمه، اشتم طنط، شد شعر البنوتة الصغيرة، اتقل اتقل، انت هتتهان you know. هو ده الطفل اللي بيجيب لأهله شتيمة you know. يعني لما ينزل الشارع هو بيفتكر ان هو دمه خفيف، خلاص هو كده كوميديان على الناس كلها، فلما ينزل الشارع يعمل حاجة غلط يفتكر الناس هتضحك، فيلاقي واحد قام مناوله بالقلم على وشه شتمه بالأم. يعمل فين الضحك؟ لا الضحك في البيت عند ابوك هناك. نوت هير. جيت بس تدعي ولي امر فتروح المدرسة فتقول لهم ايه ده ابني عمل ايه، يقول لك ده مثلا شتم مدرسة او قال ادبه على صاحبه وصاحبه فتن عليه you know. او عمل حاجه، عمل جريمه. يا فتيجي المدرسه تقف قدامك تقول له انت ما ربيتوش، تقول لها يس ام سوري، اصل انت لو كنت ربيته ما كانش عمل كده. يس انا ابن كلب جاز ام سوري. الطفل ميرور لبيته، ما بتقولكش مرايه، تقولك ميرور. يا فتفضل تشطف في اللي حلفوك لمدة 8 دقايق وانت واقف كده وما ينفعش تتكلم. هو ما ترباش والناس متضايقة منه، فما ما ترازيناش، يعني اضحك بس ما ترازيش الناس. عندنا تاني نوع من الأبهات اللي بتربي، الأب اللي طول الوقت بيهدد تهديدات صعبة. يعني مثلا كل شوية يقوله هقوم أسلخ جلدك، هقوم اقطع لحمك نساير صغيرة، هقوم. انت بتتأمن معالي على انه كبدة. لو سمحت انا عاوز منه عصافير وانا عاوزه شرايح عشان اعمله بالبصمات. ما تعملش كده. والمشكله بقى بالنسبه لي ان الاب ده يفضل يهدد وما يعملش حاجه، ده مع الوقت الولد بيبقى عارف ان ابوه مش هيعمل حاجه، فتلاقيه بيقول له ايه حماده اقعد بدل ما اقوم اكسر الدنيا. يقول له ده عبيط، ده سيبك منه، ده هبل، ده ما بيعملش حاجه. فما بيخافش منه، فبيطلع طفل مش متربي. تالت نوع من الابهات اللي هو بيهدد تهديدات خطيره وبيعملها، لا ده عبيط بقى بجد، ده ملناش دعوه بيه لان ده هيتحبس قريب وحقوق الطفل لو عرفوا عنه هيفشخوه. يا ده بيعذب ولاده، ده ملناش دعوه بيه خالص. رابع واحد بقى ده الجميل قوي اللي مش بيربي خالص. يا لا يعني بيروح يقول له روح عند امك، روح عند امك. ده يعني هل امك هي اللي تربيك؟ انا مش هربي يعني. ده كويس يعني، لان 3/4 الرجاله في مصر مش متربيين you know. فانا هربي يعني. فيروح الواد يخلي امه تربيه، فاصحابه يقولوا له انت تربيه حريم، فتبقى برضو في مشكلة ان هو يبقى تربية ابوه وتربية. بقول لكم ايه، ما تخلفوش خالص، يلا باي باي.